في المركز الثاني سيلفر سميث، بينما المرشح الأول بارتاك يأتي ثالثا بمحاذاة السياد، وثم يأتي المرشح الثاني داون ميراج في المركز الرابع. إذا حتى الآن توم هارك هو اللي يتصدر السباق، وثم يأتي سيلفر سميث في المركز الثاني، بارتاك يأتي ثالثا، بينما داون ميراج يأتي رابعا. وهنالك أيضا محاولات من قبل أيضا الجواد كيباكس، بينما حتى الآن توم هارك لا زال هو اللي يتمسك بمجريات الشوط، وثم يأتي بارتاك في المركز الثاني بمحاذاة السياد، سيلفر سميث في المركز الثالث، وثم يأتي داون ميراج في المركز الرابع، وروغوي في المركز الخامس. هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية، 600 ليفت جو، ولا زال توم هارك هو اللي يتصدر السباق. وثم يأتي في المركز الثاني هنالك بارتاك الذي بدأ في الانطلاق، بينما داون ميراج أيضا قادم من الخارج. فعلا أيها السيدات والسادة 300 متر تفصلنا على النهاية، ولا زال توم هارك هو اللي يتصدر السباق. وهنالك أيضا محاولات من قبل الجواد جوماتي. فعلا أيها السيدات والسادة هنا توم هارك لا زال هو اللي يتصدر، بينما القادم هنالك أيضا جوماتي. فعلا أيها السيدات والسادة جوماتي من ينتزع كأس مصرف السلام. فعلا بارتاك في المركز الثاني، داون ميراج في المركز الثالث، بينما توم هارك في المركز الرابع. فعلا الغير المرشح تماما جوماتي من ينتزع الشوط السابع ويخطف كأس مصرف السلام بقيادة موفقة من الفرنسي ستيفان لاجارد. مبروك عبد الرحمن نعم. الجسمي. تقديم الكاس. نعم. تقديم الكاس الآن من خلال مصرف السلام في هذه اللحظات يتسلم نادر الجسمي في هذه الأثناء من مصرف السلام مع حضور فوزي عبد الله ناس وحمد راشد النعيمي، الآن مدير العلاقات العامة والإعلام في نادي راشد الفروسية وسباق الخيل. السيد علي حبيب قاسم القائم بأعمال رئيس إدارة الخدمات المصرفية الخاصة لمصرف السلام.